السلام عليكم بناتي، ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم راح نقدموا مع بعضنا فطيرات سنيوه محشيه، وان شاء الله تنجحوا فيها، وسهله وخفيفه، توجد في ربع ساعه تكوني وجدتيها. اول حاجه نضع كاس بين نص حليب ونص ما دافي، وندير عليه مغرف خميره تاع الخبز، مغرف سكر، ونحرك ونزيد عليها مغرف تاع فرينه، ندير مغرف فرينه ونحرك ونخليهم يتفاعلوا 10 دقائق حتى تطلع شويه. نغطيها بالسوليفون ونخليها تخمر شويه وتطلع. هاي بعد ما طلعت ندير بيضه واحده، وندير مغرف تاع ملح، وندير ربع كاس تاع زيت، ونخلط وندير الكاس الاول تاع الفرينه ونخلط كل مغربله الفرينه باش تكون العجينه تجيك خفيفه. هكذا، ونزيد الكاس الثاني ونخلط باليد باش نعرف القوام تاع العجينه. نزيد الكاس الثاني قبل شويه باش ما تقلبكش، ونخلط هكذا، ونزيد بشويه الفرينه بشويه، خاطر كاين الفرينه اللي تشرب كاين اللي ما تشربش. نخلط هكذا ونضرب، ندير الحركه هذه باش العجينه تخف. هكذا ندربها مليح هكذا. شوفوا كيفاش غدير، شوفي العجينه. زيد شويه تاع مغرف ولا زوج على حسب الفرينه، زيدي غير بالمغرف باش تشوفي القوام تاعها، وضربي. هذه الحركه مليحه للعجين. واذا كان خاصتها شويه فرينه نزيد لها بالمغرف. خاصتها شويه يخفف العجين، هذه الحركه تخفف العجين بدون ما تدلكي. نلم العجين هكذا، نلم شوفي شاي مطاط على العجين. هاي مازال ما ارتاحتش، وشوفي العجينه كيفاش هاي طريه. ندير شويه زيت ونلمها، شوفي كيف راه مطاطيه العجينه. ونغطيها بالسوليفون ونخليها تخمر. نديرها غير في المطبخ ثما فوق البوطاجي ونخليها تخمر تضاعف الحجم تاعها. ونروحوا للحشوه. ندير في المقله شويه زيت، صدر الدجاج ملحي، وندير نص راس حار، ونص راس تاع فلفل حلو، حبه طماطيش صغيره، حبه فلفل بصل صغيره، شويه زيتون مقطع رقيق، ندير شويه ملح، ندير شويه فلفل كحل، شويه راس الحانوت، شويه زنجبيل، ونخلط ونغلي كلش مع بعضها على نار قليله حتى تذبان. ونروحوا للعجينه وتضاعف الحجم تاعو. شوفوا كيفاش داير، شوف
نغبر شويه يدي بالفرينه ونحطها فوق الطاوله. شوف كرا طريه، شوفي. نقسمها على زوج. نرش بالفرينه ونقسمها على زوج ونلمدها. نديرها زوج خبزات. نخبز الخبزه الاولى ونحللها بالحلال. تكون رقيقه العجينه خاطر راهي تزيد تخمر. ونضعها في السنيوه. كسر كاع الحواشي تاعها ونسقمها مليح ونهويها هكذا. شوف كيفاش راني ندير ها والله. وندير الحشوه من الفوق. ندير الحشوه هكذا. شوف هاي طايبه مجمره وناشفه من الماء. لازم تكون ناشفه شويه من الماء، ما تخليهاش بالماء تاعها باش ما تخسرش العجين تاعها ما يطيبش. وندير الفرماج من الفوق. الفرماج اللي عندك ديريه هكذا. وندير الفرماج رابي من الفوق. نديرها البنه. زيد نخبز الخبزه الثانيه نحللها. نستعين دائما بالفرينه ونحلها كما الاولى. شوف كي راها تتكسر. عطيت لك الطوع. ما تخافيش من العجين. هكذا. ونديرها فوق الطبقه الثانيه ونسويها مليح. نسويها مليح ونخرج لها الهواء من الحواشي كامل هكذا. ونسويها كاع بالاصابع تاوعي هكذا. نضغط عليها كاع في الحواشي بيدي بالاصابع ونقطعها بالموس اللي عندك. وهذه اللي فضلت لي هذه نديرها كما سوفلي ولا ما تروحش خساره. ونعبزها كاع في الحواشي وبعدك نمورها بالاصابع. نديرها شكل هكذا، شكل مثلثات كما البيتزا هكذا. وندهنها بصفار البيض مع الحليب، شويه حليب ولا قهوه ولا مغرف قهوه. ونشبعها بالسانوج والجزلان كما حبيتي شبحيها. انا هذه الطريقه درتها جات مليحه هكذا. رشي بالجزلان مليح ندخلها للفور. هاي قدامكم بعد ما وجدت. هاي بعد ما طابت طيبتها ربع ساعة من تحت ومن بعد شعلت لها من الفوق. وهاي وجدت. وشوفوا كيش هاي دايرة. الله يبارك ما شاء الله. خفيفة تاكليها مع شوربة خفيفة وشاية طيبة.